كلية، إن كلامهم مردود بالكلية. نعطي أمثلة يا دكتور حينما نقول يعني يا ريت تديها لي محاور كده عشان أشرحها للجمهور يا دكتور. نعم، اديها لي كده شرايح. بالنسبة لأقوالهم احنا تحدثنا في الحلقة الرابعة إيه يعني على أن كل أقوالهم اللي قالوها في آل البيت كانت تقريبا من اختراع ومن هرطقة الأئمة. حاضر. كل إمام في زمنه يضع من الأحاديث ما أنت مش واخد بالك، ما يأخذ بها ما هو الخمس. الإمام بيوحى إليه عنده ما يأخذ بها الخمس، وجبريل أو ما يأخذ بينزل له. أموال الناس. نعم، جبريل بينزل. فكأن أقوالهم ملفقة يعني مردودة حول ألم حول آتيك هذا الأمر. بالدليل بالأمس وقلت لك لما ذهب الشيعي يسأل المرجعية وقال أجبني، قال انتظر حتى يأتيني جبريل. نعم. هم أعداء لجبريل لأنهم يقولون بأن جبريل نزل على علي وكان على النبي، وكان الأصل أن ينزل على النبي على علي. يعني الأمور مقلوبة. طيب خذ أول حاجة يا دكتور. نعم. أجيب لك حاجة بسيطة. أثبتنا لهم من أول النبي نفسه أن أقوالهم في النبي باطلة مكذوبة، حينما يقولون في الحديث وقالوا حديث متواتر وجاء في الكافي وجاء في حرف الأنوار وجاء في كل المراجع وذكرته بحرفه: علي خير البشر ومن أبى فقد كفر. يعني علي أفضل من آدم، علي أفضل من إبراهيم، علي أفضل من نوح، علي أفضل من موسى، علي أفضل من عيسى، علي أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم، واللي ما يرضاش يبقى كافر. ومن أبى فقد كفر. بالله عليك، هذا كلام يقال في آل بيت النبي وينقلون عن آل بيت النبي ويقولون هو حديث متواتر. أي تواتر هذا؟ الأمر الثاني، حينما يقولون مثلا أن الحمار الذي ركبه النبي، احنا بنجيبها ثاني محتاجينها، أن الحمار الذي ركبه النبي، كل اللي تقوله يا شيخ هو إعادة الحلقات السابقة. إيه بتجمع ملخصين. نعم. وأتيت لك بالمرجع وبالصفحة وبالطبعة. نعم، أحسنت. أن النبي ركبه فالتفت وقال: فداك أبي وأمي يا رسول الله. الحمار بيقول فداك أبي وأمي يا رسول الله، هو الحمار اللي يفدي؟ المهم، حدثني أبي، الحمار اللي بيقول حدثني أبي عن أبيه عن جدي أن نوحا ركبه فقال له: يركب خاتم النبيين حمارا من صلبك. فكنت أنا، يعني الحمار روى عن أبيه عن أبيه عن جد، في 4 حمير عندي. الحمار قلنا لو عاش أقصى حاجة 5 سنين، 5 في 4 20 سنة، يعني معناها ان نوح كان قبل النبي ب20 سنة. انا عايز الناس تفكر بس يا عوام الشيعة، فكروا بالله. يعني هو بين نوح وبين النبي 20 سنة، 20 سنة حتى في وقت الرسالة. وقت الرسالة الرسول يعني بعث وهو عنده 40 سنة و6 أشهر وأيام، يعني كان النبي عنده 20 سنة ونوح موجود. هذه مصيبة يا دكتور. والحمار اللي يقول حدثنا ويبقى حديث متواتر يا دكتور، انا لو قعدت اقول لك مش هننتهي في هذا الباب. يعني كده خرافات، ده ترهات. في الحلقة الخامسة يا شيخ تحدثنا عن الشيعة وطعنهم في الصحابة وفي أزواج النبي وفي آل بيته. اي نعم. فنريد تذكير فقط المشاهدين الكرام عن طعنهم في الصحابة وقذفهم لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم. دكتور، نعم. أتيت لك بالحرف والمرجع والمصدر، نعم. والمصدر ورقم الصفحات، وقلت لك قالوا بالحرف الواحد، وانا بقول للجمهور اهو قالوا بالحرف الواحد: إن أبا بكر كان كافرا كفرا أشد من كفر إبليس، أشد من كفر إبليس. نعم. وهذا ما تواتروا عليه، بل قال الصادق لما دخل له رجل قال له: ما تقول في أبي بكر وعمر؟ قال: كافران، كافر من آمن بهما، كافر من آمن بهما. طيب لما قلنا بعد ذلك إنهم يقولون في الحديث المتواتر عندهم: لقد صار الناس أهل جاهلية وردة بعد موت النبي عدا 4، أي أن أصحاب النبي كفروا وارتدوا جميعا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم عدا 4: سلمان والمقداد وعلي وأبو ذر. إذن عائشة كافرة عندهم، أمهات المؤمنين كافرات بالإجماع، الحسن كافر لأنه كان موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والحسين كافر، وفاطمة كافرة، وآل البيت كفرة، لم يؤمن إلا 4. أهو الكذاب لما يجي يكذب لابد يترك شيء. نعم. اللص يجي يسرق بيترك بصمة يا دكتور. أنت قلت لي عايز يخلص من الصحابة، كل اللي كان موجود على عهد النبي كله كفر إلا 4. خلاص، زي بيفكروني بحسن شحاتة المجرم. وأنا بناشد الإخوة في منطقة اسمها زاوية أبو مسلم بالهرم، يعني متشيع منهم 150 فرد، كانوا يعني متدربين ودارسين على ايد حسن شحاتة، اسال الله ان يحرقه في قم هناك. انا بقول لكم بالادب وبالرحمه: انا اتيكم فاجلسوا معي وساعالج صدوركم. واناشد الاخوه هناك ان ياتوني باسماء 150 غدا ان شاء الله. المهم يا دكتور، حسن شحاتة لما جبنا اللقطه بتاعته صوت وصوره هنا،
بيقولوا كده، اعوذ بالله، العشرة المبشرون بالجنة. هو بيقول كده فين؟ وهو في النجف، بيدي في النجف محاضرة عشان يبسط الشيعة، يرضي الشيعة. العشرة ابو بكر في الجنة له زريبه، هو يعمل كده زريبه، هو طالع من زريبه، تربيه زريبه، زريبه عشان ابو بكر يدخل الجنة وعشان عمر يدخل الجنة. انت لا تدخلها يا لا شيء، يا صفر، يا قزم، يا عميل ايران، يا اللي بتاكل في ايران، يا اللي عايش في قم يا طريد يا خسيس. انت اللي هتدخل الجنة وتقول عليها زريبه، ويقوم يقول لك ايه؟ الله يلعن ابو العشرة دول. طب مفهوم علي اللي انت بتعبده يا حمار؟ يقول الله يلعن عشرتهم. ايوه علي فيهم اللي بتعبده يا حمار. نعم. لعنة الله على الضلال. ناخذ اتصالات يا شيخ، بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا اختي الكريمه، تفضلي. صفية من السعودية. اهلا وسهلا اختي صفيه، تفضلي. يا فضيلة الشيخ، ربنا يعزك ويبارك فيك وينصر الحق على ألسنكم يا رب، ويبارك لنا في حضرتك. كنت عايزة أكلم حضرتك عن الشيعة. أنا أصلا من مصر، من الزقازيق. اي نعم. وكنت متزوجة برجل، ولكن كان خطيب وإمام في مساجد في الزقازيق. ايه. وكان يدعي على المنبر لحسن نصر الله، ويقنع، وكان معه 3 زوجات. نعم. وكان يجمعنا للدعاء لحسن نصر الله والبيت وأولاده وكله. ولكن بفضل الله لمعاملته الشاذة معايا طلقت منه بفضل الله عز وجل. احسن الحمد لله. وادعو الله ان حضرتك وامثالك يوصلوا للشيعة في الزقازيق، لانهم تفحشوا. انا اعلم ان في اكثر من 1500 في حماد وفي غيرها، وان شاء الله انا رايح لهم باذن الله. والله يا شيخ كنت معه بنفسي، وعنده كتب للشيعة وهو في الزقازيق، في مكان يسمى قبر الزقازيق. اختي نعم. جزاك الله خيرا، ادي للكنترول اسم الزوج الله يعزك والعنوان، ودع الامر لي بعد الله جل وعلا. شكرا. الله يكرمك يا شيخ، انا بقالي من اول القناه، من اول البرنامج، وعايزه اكلم لا حضرتك. اتصلي بالكنترول، اعطوهم الاسم والعنوان، الله يعطيك العافيه. شكرا شكرا، بارك الله فيك يا اختي. طيب ناخذ اتصال يا شيخ. السلام عليكم. السلام عليكم. انقطع الاتصال. طيب نواصل احنا مع الشيخ. عقيدة الشيعة، مذهب الشيعي في القرآن الكريم، هم قالوا بتحريف القرآن الكريم. اي نعم. ويظهر لي الامر ما يقف عند مصحف فاطمة. اي والله يا دكتور، ده انا جايب لك مفاجأة حلوة قوي قوي. يعني بالنسبة لهذا الباب، نعم، ارجو من المشاهدين يركزوا معايا جدا. انا جايب مصور حتى من المراجع بتاعتهم يا دكتور. انا لو سمعت لك الحين يقولوا الشيخ الزغبي يعني بيقول من راسه. على فكره هم يقولون، حتى الخميني في اخر مقال لما قال هذا الكتاب لا يسلم من التحريف لان ابا بكر وعمر لم يؤتمن على كذا الى اخر ما قال هذا الرجل. طبعا هم طبعا قالوا بان القران محرف. قال الطبرسي: ولقد رويت عن أكثر من 2000 من أئمة الشيعة تواتروا على أن القرآن محرف. ويا دكتور أنا جبت لك على سبيل السرعة جدا أهو، جبت لك شارح الكافي المازندراني قال بإسقاط بعض القرآن وتحريفه ثبت من طرقنا بالتواتر. بالتواتر يا دكتور، بالتواتر ما فيش خلاف. شرح أصول الكافي 1187. فصل المرجع الثاني، فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب حسين محمد تقي اللي هو الطبرسي صفحة 32 قال بتحريف كتاب رب الأرباب وتواتر على ذلك. محمد بن يعقوب الكليني في أصول الكافي أنه لم يجمع القرآن كله إلا الأئمة، يعني ما اللي عند السنة مش قرآن. الرابع ذكر أحمد الطبرسي في الاحتجاج والملا حسن في تفسيره اللي اسمه الصافي أن عمر قال كذا. المهم في النهاية بأن القرآن هذا ليس من عند الله، لاحتجاج الطبرسي صفحة 225 وفصل الخطاب صفحة 7. بسرعة دكتور. نعم. وقال خاتمة محدث الشيعة محمد باقر المجلسي: إن كثيرا من الأخبار صريحة في نقص القرآن وتغييره متواترة المعنى. مرآة العقول الشيعي 253. المرجع السادس الشيخ مفيد شيخ الشيعة الإمامية في القرن الرابع في أوائل المقالات في المذهب والمختارات صفحة 93 بأن القرآن هذا محرف. المرجع السابع نعمة الله الجزائري المحدث قال إن الأصحاب أطبقوا على صحة الأخبار المستفيضة بل المتواترة الدالة بصريحة على وقوع التحريف في القرآن. فصل الخطاب 30 238 239. المرجع الثامن الخميني قبحه الله في كتابه كشف الأسرار قال لقد كان سهلا عليهم يعني الصحابة أن يخرجوا هذه الآيات من القرآن ويتناولوا هذا الكتاب السماوي بالتحريف هذا. ثم عقب قائلا إن تهمة التحريف التي يوجهها المسلمون إلى اليهود والنصارى إنما تثبت على الصحابة. كشف الأسرار
لهذا الملعون الخميني صفحة 114 بالفارسية. يا دكتور أعد بقية ولا كفاية؟ كتير قوي. لم أضف كفاية نجيب لك كتب بقى جديدة. أضفين عن بعض الكتب كثير يا دكتور. باقي دقيقة على لا المحور خلوهم هذا. اثنين بقى بعد على المحور بعد هذا. إذنك. تفضل. الأمر مهم. اتفضل. طيب يعني انتوا تقولوا القرآن فين؟ قالوا القرآن 18,000 آية، يعني قد اللي معاكم 3 مرات. فين؟ قالوا في السرداب. السرداب فين؟ قالوا مع القائم اللي في السرداب. مع مين؟ مع ابن الحسن العسكري. لا في ابن حسن عسكري ولا في حرب السرداب ولا في مصحف. المهم يا يعني ريت هم يضللون الأمة لكن لا يملكون في يدهم شيء. بالضبط. يعني يقولوا هذا ولذلك قال خاتمتهم ويموت يا أولادي يا أولادي تمسكوا بهذا حتى يخرج مصحف فاطمة. مصحف فاطمة إيه؟ تدري يا دكتور بقى إن دول بيؤمنوا بأكثر من 7 قرآنات، 7 مصاحف. خذ الأولاني بسرعة جدا أهو، لابد تسمح لي بعد إذنك. هذه مهمة. ما يتوقف عن مصحف فاطمة. ما لا. أول حاجة قالوا هناك مصحف اسمه الجامعة على في ثواني عن أبي بصير عن أبي عبد الله قال أنا محمد وإن عندنا الجامعة وما يدريهم ما الجامعة. قال جعلت فداك وما الجامعة؟ قال صحيفة طولها 70 ذراعا بذراع رسول الله وآله وإملائه من فلق فيه وخط علي بيمينه. كل اللي فيها النبي كان بيمل علي وعلي يكتب، وهي دي المرجع يا دكتور الكافي أعظم كتاب عنده المجلد الأولاني 239 بحار الأنوار 26 22 يا دكتور. نعم. بمعنى يا دكتور إن في مصحف ثالث غير اللي في السرداب طوله 60 ذراع بذراع النبي. كان النبي بيمل علي وعلي ما يبلغش الأمة والنبي ما بلغش الأمة. اتهموا النبي بعدم البلاغ يا دكتور، اتهموا النبي بالخيانة في الوحي. مصيبة. تعال المصحف الثالث صحيفة الناموس عن الرضا في حديث علامات الإمام قال وتكون صحيفة عنده فيها أسماء شيعة إلى يوم القيامة وصحيفة فيها أسماء أعدائهم اللي هم أهل السنة إلى يوم القيامة. أنا مصحف ثالث يا دكتور، انظر بحر الأنوار 25 117 ومجلد 26 فقيه روايات أخرى. طيب خذ يا دكتور اللي بعد دي صحيح مش هكمل لك عليهم باخد جري اهو. صحيفة العبيط أنا اللي بضبطها متنا بقول العبيطة، أنا اللي بقول العبيطة. عن أمير المؤمنين قال وأيم الله علي اللي بقول رضي الله عنه وارضاه كذب بنسبه ليه وأيم الله إن عندي لصحفا كثيرة. ما بقاش 4 مصاحف عنده، لا في جاية اهو. إن عندي لصحفا كثيرة قطائع رسول الله وآله وأهل بيته وإن فيها لصحيفة يقال لها العبيطة وما ورد أنا اللي بضبطها العبيطة وما ورد على العرب أشد منها وإن فيها ل60 قبيلة من العرب ما لها في الدين من نصيب. العرب لما تيجي تعد 60 قبيلة يبقى ما فيش ولا واحد عربي مسلم ولا هو من أهل ولا داخل الجنة. أخرج العرب. أي بحار الأنوار 26 37 يا دكتور. تسمح لنا ناخذ اتصال يا شيخ؟ حاضر يا دكتور. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. والله أنا حابب أحكي. يعطيك العافية يا شيخ. تفضل الله يعافيك. تفضل يا شيخ. أنا حابب أتحدث مع الشيخ محمد الزعبي. يسمعك تفضل. سيدي والله الشيعة يعني الشيعة دائما هم يحاولوا دائما خصوصا القرآن الكريم ما يستشهدوش بالقرآن الكريم. نعم. اي. وفي مناظرة كانت مرة على قناة المستقبل بين السنة والشيعة وهم دائما يستشهدوا بآية من القرآن الكريم. نعم. تلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. يقولون أن هذه الكلمات هي أن آل بيت رسول الله وهم كذابين. نعم. وهناك يعني دائما الشيعة يعيثوا في الأرض فسادا. نعم. هذا ما يثبت لكم الشيخ. بارك الله فيك. شكرا على اتصالك. بارك الله فيك. شكرا. اسمح لنا ناخذ مداخلة من الشيخ محمد. تفضل يا دكتور. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا الله أستاذنا الكبير الدكتور محمد عمارة. أهلا وسهلا. الله يبارك فيك يا دكتور عثمان. حياك الله. خيرا. هلا بدكتور. أنا ليا تهنئة بس بداية قبل ما أكلم الشيخ الزغبي تهنئة وليا رجاء لحضرتك. تفضل معك يا أخي. بداية التهنئة احنا بنشكر يعني تهنئة كبيرة جدا للقناة على هذا السبق